بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. إصابة إمام عاشور. يجب فتح تحقيق من قبل المسؤولين بإصابة إمام عاشور. هل هذا الفيروس الذي أصاب إمام عاشور من تناوله وجبات في المطاعم الجاهزة وهو أكيد بيتعامل مع مطعم معين باستمرار، أو سببه هذا الفيروس أثناء العملية في نقل دم من إليه. العملية بتحتاج نقل دم، عايزين نعرف إيه السبب، هل في العملية فيروس أو من تناوله الطعام. ومعلومة طبية عايزين نعرف هل يستطيع الطب الآن معرفة مدى قوة إصابة الفيروس، ومتى وصل الفيروس داخل جسم الإنسان، يعني معرفة الفترة الزمنية التي وصل إليها جسم الإنسان الفيروس. هل هناك أدلة على ذلك؟ مثلا في الطب معروفة أن متى دخل هذا الفيروس الجسم ومدته في الجسم قد إيه، لأن تحديد مدته المدة أو الفترة الزمنية التي دخل جسم الإنسان هنعرف من هل هي من العملية أو هل من الطعام اللي كانوا. يعني لو في معلومة أو براهين في الطب تثبت ذلك، يعني توضح هل هناك شيء يوضح موعد دخول فيروس الجسم، لأنه طبعا شاب مش راجل كبير، ده شاب ومفيش أي شواهد كانت تقول إن هو مصاب، لأن الفيروس ده أو علامة إصابة الفيروس دي بتبان على وجه وجسم الإنسان. يعني فجأة كده الإنسان يقع ويقول لك أنا عندي فيروس، ويتضح إن عنده فيروس فجأة كده، طبعا ده شيء غير طبيعي. يعني حتى احنا شفناه لما نزل مباراة في التغيير، ما كانش هو ده إمام النشيط السريع، كان حاسين إحنا في حاجة. وبعض لقطات الصور